او العراق او ليبيا؟ العراق. الجواب هو الجزائر. حبيبي حسن انت حمار، ركز معي يا حبيبي، شيل لي هالبرنيطة عود مثلي لا تكون جحش. من هي أكثر الدول العربية حزنا؟ أكثر دولة عربية حزينة كمان العراق. صنفت. ضمن هذا التحدي رح نكتشف الذكي من الغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الحلقة صديقي عزيزي المشاهد مو بس انك تحضر الفيديو، لا بدي اياك تشارك معي بتحدي المعلومات، بدي تختبر ذكائك انت، بدي اشوف انا متابعيني اذكياء مثلي ولا اغبياء. فاتمنى منك عزيزي المشاهد تتابع هاي الحلقة للاخير وتركز بالمعلومات وفضي لي مخك من شوائب الحياة تماما، لانه بهاي الحلقة رح تعرف نفسك يا ذكي يا غبي. من هي أقدم دولة عربية؟ اوكي، اول سؤال، ما هي اقدم دولة عربية؟ اقدم دولة عربية الدولة اللي معروفة بانها اصل العرب، اليمن. والله اعلم، انا متأكد انها اليمن. اليمن يا ولد، اليمن يا الربع. الجواب هو العراق، حيث تم تأسيسها في العام 5300 قبل الميلاد. وين راحت اليمن؟ حسيت حالي غبي من اول المسابقة، كل ما راح جواب غلط راح صير اهبل. أول دولة عربية استخدمت القطار. أول دولة عربية استخدمت القطار هي أم الدنيا مصر. مصر أول دولة استخدمت القطار، أنا بعرف هاي المعلومة. الجواب هو مصر، وتعتبر ثاني دولة في العالم استخدمت القطار بعد بريطانيا. من هو أول لاعب عربي ترشح للكرة الذهبية؟ أنا ماني شاطر بالكرة القدم. حاتم مين؟ صلاح. محمد صلاح؟ محمد صلاح. يلا. الجواب هو العراقي يونس محمود عام 2007. يلا البس. لا بارك الله. ما هي أكثر بلد عربي يوجد بها مساجد؟ أكثر دولة عربية فيها مساجد، شوفوا لا حد يقول لي السعودية، لأنها الكعبة هنيك حرس الله وزاد شرف، أو الرسول مسوى الرسول أو لا، المساحة شباب. أكبر دولة عربية مين؟ مصر. مو مصر ولا الجزائر، لا في الجزائر فيها صحراء، ولكن اكبر دولة عربية مصر. ها مصر. فاعتقد انه اكثر الجوامع راح تكون في مصر، مش بالسعودية. الله يرضى عليكم، مصر. اكثر دولة عربية فيها مساجد مصر. الجواب هو مصر، ويوجد بها 102.168 ألف مسجد. ما هي أفضل البلدان العربية من حيث البحث العلمي؟ ما هي أفضل البلدان العربية من حيث البحث العلمي؟ شو السعودية أعتقد، الله أعلم. الجواب هو المملكة العربية السعودية، وتحتل المرتبة 50 عالميا. من هو أذكى شعب عربي؟ الشعب السوري. ما بعرف أذكى شعب عربي عن جد بالمنطق، بعتقد أنا اعتقاد دولة من دول الخليج، أعتقد دولة من دول الخليج. الجواب هو الشعب العراقي، وحصل على 87% بمقياس درجة الذكاء. أولي كفو يا العراقيين، والله شوفوا ما خطر على بالي العراق أو سوريا وهذول، لا استبعدتهم بصراحة. ما هي أكثر البلدان العربية ازدهارا؟ أكثر دولة عربية ازدهارا في الوقت الحالي دول الخليج. نعم. الإمارات، دبي. الجواب هو الإمارات العربية المتحدة، وتحتل المرتبة 30 عالميا. يعني ما هي الإمارات. من هو أقوى جيش عربي على مر التاريخ؟ أقوى جيش عربي على مر التاريخ مصر. الجواب هو الجيش المصري. مصر. حبايبنا يا مصر يا جدعان. أنا ليش بعدني لابسها؟ جبت إجابة صحيحة. بلد العربي التي ماضيها أفضل من حاضرها. البلد العربي اللي ماضية أفضل من حاضرة كثير بلدان يا عزيزي، العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، بس إذا بدنا نحدد دولة العراق. نعم، دولة العراق ماضيها. الجواب هو العراق. مستقبلها. نعم يا سادة. من هي أكثر بلد عربي إنفاقا على جيشها العسكري؟ أكثر بلد عربي بصرف مصاري على الجيش دول غنية يا أينشتاين، دول الخليج. ومن دول الخليج أغنى دولة أنا اللي بشوفها، الجواب يا كبير هي السعودية. بتفشلني
الجواب هو المملكة العربية السعودية، وتنفق 67.6 مليار. ورب اني اسطورة معلومات، هذا المخ معلومات. من هي أكثر بلد عربي حافظ للقرآن الكريم وتسمى ببلد المليون حافظ للقرآن الكريم؟ أكثر بلد حافظة للقرآن، بلد المليون حافظ للقرآن، الجزائر. الجواب هو ليبيا. كفو! ليبيا بلد المليون حافظ. أنا ليش اخترت الجزائر؟ لأنه بقولوا عنها المليون شهيد، فيمكن هدول الشهداء حافظين وكذا. ما هي أول دولة عربية اخترعت الكتابة ويعتبر التاريخ موثق منها؟ أول دولة اخترعت الجواب هو العراق. الله أكبر، يا العراق. ما هي البلد العربي التي يوجد بها أقدم قصر في العالم؟ أقدم قصر بالعالم بدولة عربية، قصر لازم مصر. عن جد لازم مصر، ما تزعلني. يعني الفراعنة كلهم بمصر عزيزي، معقول من حوتب وهدول ايش اسمهم ما عندهم قصور؟ مصر يا أخي. الجواب هو قصر غمدان في اليمن. شلون بس حد يفهمني؟ الفراعنة يا اخوان أقدم الفراعنة قدماء يا أخي. يعني ما كان في قصر شو اسمه، ايش اسمهم هذول، امن خوتم، يعني وين كانوا ساكنين الفراعنه؟ بالخيام؟ وين ساكنين؟ ما هي اكثر بلد عربي خوضا للحروب؟ اكثر دوله عربيه خاضت حروب بالعرب العراق. الجواب هو العراق. من هي اكثر الدول العربيه حزنا؟ اكثر دوله عربيه حزينه كمان العراق. صنفت من اكثر الدول. الجواب هو العراق. من هي أول دولة عربية استخدمت الإنترنت؟ أول دولة عربية استخدمت الإنترنت، هي لازم شغلتنا. أول دولة عربية استخدمت الإنترنت اللي هي مصر. الجواب هو تونس، وذلك عام 1991. من هي الدولة العربية التي يطلق عليها بلد المليون شهيد؟ الجزائر. الجواب هو الجزائر. الجزائر يا أسطورة، بلد المليون شهيد. من هي أول دولة عربية تدخل الكهرباء؟ أول دولة عربية دخل إلى الكهرباء اللي هي العراق، وأول دولة عربية دخل إلى التلفزيون هي العراق. صح؟ الجواب صح. هو العراق، وذلك عام 1917. من هي الدولة العربية الوحيدة التي لن تحتل طول حياتها؟ الدولة العربية اللي ما حد قدر يحتلها هي السعودية. أبدا. الجواب هو المملكة العربية السعودية. حبايبنا والله السعودية. من هي الدولة العربية التي حصل فيها أكبر نسبة غزو في العالم؟ ليبيا أو العراق كمان، لأنه حكينا أكثر دولة خاضت حروب هي العراق، فوقت بيصير حرب بيصير غزو. أو العراق أو ليبيا. العراق. الجواب أو ليبيا. هو الجزائر. حبيبي حسن انت حمار، ركز معي يا حبيبي، شلي هالبرنيطة عود مثلي لا تكون جحش. الجزائر فيها مليون شهيد، وين رايح لي على ليبيا؟ وين رايح لي على العراق؟ مليون شهيد يا زلمه، غزو الدنيا كلها صار على الجزائر. حبيبي حسن ركز. تفضل حبيبي تفضل، كمل جحشنتك الفنية، كمل. أقدم إمبراطورية في التاريخ؟ إمبراطورية الرومانية. الرومان أقدم إمبراطورية. الجواب هو الإمبراطورية المصرية. الإمبراطورية المصرية شلون؟ لك الإمبراطورية. من هي أكبر الدول العربية من حيث المساحة؟ الجزائر أكبر دولة عربية من حيث المساحة. الجزائر. الجواب هو الجزائر، وتبلغ مساحتها 2,382,000 كيلومتر. اوكي شباب، اظن انه المقطع كان عبارة عن معلومات عم افيدكم فيها، ما اعتقد اني اخطأت، بس يعني هيك كم وحدة يعني جل من لا يخطئ شباب، رجاء ما تحكوا انه انا حمار، رجاء. فشوفوا اذا بدي قيم حالي انا يعني شوفوا مشان ما اظلم حالي، يعني الهبلين كمان الله خلقهم، يعني الاهبل الله خلقه له حقوق بهاي الدنيا، والذكي الله خلقه، فراح اكون 50-50 والضامن مع الاثنين. احكي لي بالكومنتات قديش النسبة اللي حصلتها من الأسئلة، كل سؤال 10%، أظن أنا لازم يعني 200%. وبس يا إخوان، لو كنت حلقة اللي بتمنى أن عجبكم مسك المقطع تعملوا لي الفيديو باللايك، وبس تحية للجميع، السلام عليكم.